اللوز مساك ورد وفل ولوز. ربنا يكرمك ببنت الحلال اللي تجيب لك عيال بالجوز. ليه؟ لازم تسكت وتسيب الكل يلبس في أتخن حيطة، عشان على رأي عسيلي هيأسوك، هيحاولوا يكسروك ويحبطوك ويدغدغوك ويفشفشوك ويكسحوك ويشلوك ويعملوا أي حاجة عشان ما توصلش للحاجة اللي انت نفسك تعملها. ليه ده بيحصل؟ ليه ناس بتتمنى لك الوحش؟ ليه ناس في الدنيا اصلا ممكن تتمنى لك الوحش وسبحان الله اغلبهم؟ ببساطة شديدة يا صديقي الصدوق، انت حد بيشتغل، حد بيتفرج على النوع ده من الفيديوهات، حد همه ان حياته تبقى احسن، حد همه ان امبارح ما ينفعش يكون زي النهاردة، ما ينفعش امبارح يكون زي النهاردة. فدي حاجة انت مؤمن بيها وعايز تسعى للافضل دايما وعايز تطور من نفسك دايما وبتحاول تشتغل على نفسك، بتحاول تشوف حاجات جديدة وبتحاول ما توقفش مكانك. تمام. ففي الشخص اللي هو قاعد على التوتة كده مريح كده، مديها واحدة الحمد لله، احنا ربنا ما كرمناش، شافك بتطلع هناك كده، شافك قاعد بتشتغل، قاعد بتطلع. انت حرامي على فكرة، انت ابن وسخ صح؟ فاهم ازاي؟ ما انت يا حرامي، يا ماما جايبها لك، يا بني ادم ابن جهازي مكافيلي بمصلحة، كل الناس قدامك كده ما يسووش، وانت بني ادم وحش من جوه بتحاول تستغل كل الناس لمصلحتك. بس انت مش حلو، انت بقيت احسن منه فانت مش حلو. فاهمني؟ فالشخصيات اللي زي كده لما تيجي تنصحها وانت ما بتبقاش عارفهم اساسا غير لما تنصحهم، تمام، انا هقول لك ازاي تعرفهم قبل ما تنصحهم طبعا. الشخصيات اللي زي كده مش همها غير حاجه واحده بس، هي مش همها حاجه اصلا، بس لما بتشوفك انت لا بتحطك انت في دماغهم بقى، بتحطك انت في دماغهم. فاهمني؟ ليه انت تطلع؟ ليه انا ما اطلعش؟ ومش بسألها بالسؤال اللي هو انت عملت ايه انا ما قدرتش اعمله، فبالتالي ادور ايه النقص عندي واعالجه عشان اوصل لحاجة زيك او احسن. وده مشروع، انا بسأل كده، بعمل كده. تمام. بس اللي السؤال التاني اللي الشخص الوسخ ده بيسأله، ليه انت وانا لا؟ بس ما بيسألش غير السؤال ده، ليه انت واخد الحاجة الحلوة وانا لا؟ مع ان الاجابة قدام، انت بني ادم علق ما بتعملش حاجة، بس هو مش شايفها، راكنها كده. تمام، راكنها كده. هو مش شايف بس غير اللي انت احسن منه، فبيسأل سؤال واحد، ليه انت وانا لا؟ اقل حاجة ممكن يعملها لك، خلي بالك، اقل حاجة ممكن يعملها لك برغم ان هي وحشة وبرغم ان هي مصيبة وفعلا بتودي وتجيب، الحسد. اقل حاجة ممكن يعملها لك انه يحسدك. تمام، دي اقل حاجة. في بقى اللي بعده، ان هو يحسدك ويحاول يكسرك بجد، بجد يحاول يخلي سمعتك وحشة، يطلع عليك كلام مش كويس، يقول عليك ده نصاب، ويسعى في كده، يجيب ناس تقول كده. تمام. تستغرب قد ايه لو انت عملت حاجة حلوة في حياتك قبل كده، تستغرب لو حاولت تفتش عن الناس اللي بتتكلم عليك، تلاقي في كمية ناس كده انت ما عملتهم، ما تعرفهمش اصلا، مجرد ان هم موجودين حواليك تسمع كلام انت ليه انا عملت لكم ايه؟ في ايه؟ فاهمني؟ بس تبقى عايش دور الضحية بقى، وتبقى انت البني ادم الوسخ ساعتها. لو قعدت وقفت مكانك وقعدت ليه يا حبيبي انا عملت لك ايه؟ طب تعالى تعالى، انا حلوه والله. لا، سيبه، خليه يموت. بل انت عارف لو سألك، انت عارف مثلا لو حد قال لك ايه؟ يعني انا في مره هحط الفيديو والله، كنت قاعد العب على جهاز الرجل، تمام، فقاعد يعتبر مقفل جهاز الرجل، اللي مش قادر اقفله عشان الجهاز ذات نفسه بايظ، فمش عارف احط الشوكه في اخر بلاطه تحت، فمفوت 3 4 بلاطات، مش مكمل 4 بلاطات. تمام، قادر اجيب الجهاز ده كله برجل واحده، اللي هو الليج اكستنشن، انت تفرد رجلك. تمام، برجل واحده. خلي بالك، والله كمان مره وانا قاعد على الجهاز، يعني الجيم فيه 8، 7 منهم بيتفرجوا عليا. تمام،
فنعمل ايه؟ اديتها واحده بسم الله واشتغلت، مش هقول اكتر من كده. خلصت الرجل الامامي، دخل رجل خلفي بنفس الوزن، فواحد بص لي كده: انت بتلعب بنفس الوزن ده كله خلفي؟ قلت له انا المفروض بلعب اتقل من كده بس الجهاز بايظ مش عارف اتقله. فهمني؟ قلت له ايه؟ خلي بالك، انت لو ردك يعني انت لو الوهله الاولى الرد المنطقي اللي ممكن يجي في بالك: لا لا انا ممكن اخفف الوزن او اعمل اي حاجه او الحمد لله رب صحتي جايباني. لا، انا عايزك تديله رد يلففه حوالين نفسه، يعرفه قد ايه ان هو بني ادم زباله. ده هيسكته. ده اللي هو ايه ده كلها عربيه؟ اه دي كلها عربيه، ده اقل حاجه عندي، دي اقل حاجه عندي. جاب ماك ب 5000 جنيه. اه كان في اغلى من كده بس كسلت اجيبه. خلي ردودك كده جد، يعني دي ردود بتكسر، بتجيب من الاخر، بتلفف البني ادم حوالين نفسه. البني ادم الحسود، البني ادم الوسخ اللي من جوه، البني ادم اللي عمره ما كان، اللي عمره ما هيشبع، الرد ده حتى لو اداله دفعه ان هو يأذيك مش هيكمل كتير. احلى بكتير اما تقعد تسكته تحاول تقول له لا 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 والله مش لا انا كده، ده اقل حاجه عندي. فاهمني؟ هتعيش مبسوط، هتعيش مرتاح. طبعا كل ده هيجيب لك مشاكل كتير. كده كده هيكون ليك اعداء، ودي حاجه كويسه صحيه بالمناسبه. يعني احلى حاجه في الدنيا ان انت يكون لك اعداء، ودي حاجه اتكلم عليها في فيديو تاني. غير الاعداء هيكون عندك حاجه اسمها الحسد المستمر. كل الناس ماشيه لك بتبص لك على طول. اه تمام، ممكن تلم ناس حلوه حواليك بيحترموك بسبب الحاجه الروشه اللي انت بتعملها ايا كانت ايه. بس في نفس الوقت في ناس تانية: يا لهوي ده كله كده يعني. فاهمني؟ فأحلى حامي، ومفيش أقوى من كده، ومفيش حد هيعرف يحل لك موضوع الحسد والحاجات دي أكتر من كده غير ربنا. فامشي بتعليمنا، تعليم الدين الإسلامي، وشوف إيه اللي بيحمي الحسد. أذكار الصباح والمساء حاضر، أخليها عادة يومية من عندي وأقراها. سورة البقرة شغالة في أي وقت وأنا شغال، وأنا قاعد في البيت كده، أي حاجة. فاهمني؟ إيه اللي بيحمي من الحسد أعمله. بس انا خلاص انا مبسوط بحياتي، وصلت لحاجات كتير انا نفسي اوصل لها، ولا وخليت الكلاب تعوي زي ما هي عايزه، عشان انا كده كده بجري مش بسير. تمام. فحبه الكلاب دي هتروح وهيجي غيرهم وهيعووا، وهتروح وهيجي غيرهم وهيعووا. بس كل مكان وليه كلابه بقى. فاهمني؟ كل طبقه وليها الكلاب بتاعتها، كل ليفل انت بتوصل له بيبقى فيه كلابه. تمام. فتبسط لما تلاقي الكلام بتتغير، تبسط تقول انا كده وصلت لحته جديده، ليفل جديد. قبل ما انسى، قبل ما اقفل، في حد دلوقتي يستاهل انك تنصحه بعد الكلام اللي انا قلته، بعد الحاجات الوحشه اللي وريتها لك في الدنيا وكل الكلام ده؟ في حد يستاهل انك تنصحه؟ اه. انت قاعد مع واحد دلوقتي قال لك والله انا عندي مشكله الفلانيه مثلا، مش الدخل بتاعي مش عاجبني، وعايز اتجوز مثلا والدنيا صعبه ومش عارف اعمل ايه وكده. تمام. الشخص ده تعهد عنه، يعني انت تعرف ان ده بني ادم علق، ان ده بني ادم بيشتكي وخلاص، انت حاسس من طريقة كلامه واسلوبه كده. تمام. لو الاجابة كانت ما تنصحوش. بس لو الاجابة كانت لا، وهتبقى اسرع عندك تقول او لا مع التجربة والخطأ لو انت ما تعرفش، تمام، وجرب واغلط عادي مفيهاش مشكلة. بس هتبقى اسرع عندك اللي انت هتعرف ان البني ادم ده لا ده لو قلت له حاجة هيسمع الكلام وهيعملها، لو ما قلتلوش مش هيعملها. مش هتفرق كتير يعني قلت له ما قلتلوش. لا، لو هو هتفرق معاه الجملة وهتعرفها مع التجربة والخطأ مع الكلام مع الناس كتير، وحاول تتكلم مع ناس كتير واغلط، ده احلى حاجة ممكن تعملها في حياتك. صدقني هتلاقيه بيجاوبك بأسئلة فعلا منطقية، فعلا بيحاول يفهم اكتر. فاهمني؟ انت مثلا قلت له طب ما تجرب تفتح بيزنس اونلاين، جرب
تجيب حاجة، تجيب كام منتج وتبيعهم وتعمل لهم بري اوردر وتبيعهم وهكذا تمشي الدنيا. هيقول لك مثلا طب انا مش عارف اعمل المونتاج ازاي، مش عارف مثلا افتح الويب سايت ازاي، اعملها ازاي، وهيكلف عليا قد ايه. بدأ ياخد خطوات عملية في دماغه، مش قال لك لا يا عم الكلام ده ما بيجيبش هم ومش عارف ايه. فهمتني دلوقتي اكيد. فعلى حسب رده ابدأ كمل. لو رد الرد التاني اللي هو لا يا عم مش جايب همها وكده، قول له تصدق صح، انا تصدق انا ما كنتش واخد بالي، انت كلامك صح. طبل له، طبل له لغايه ما يستقنيص، وسيبه وامشي، ما تقعدش معاه تاني. بس مبدأ الحياة ده لو مشيت بيه ترتاح كتير جدا في حياتك، ترتاح كتير جدا في حياتك. وخصوصا لو انت كنت قاعد مع ناس مجبر ان انت تقعد معاهم، واحيانا مجبر ان انت تسمع نصايحهم اللي هي مش بتودي في اي حتة غير للحيط، وتقعد تعمل كده وتقول اه ياه، ده انت جبت المعلومات دي لوحدك. تسمع بانصات وتحسسهم ان انت يا جدعان انتوا ازاي جامدين كده. وتسمع من هنا وتطلع من الناحية التانية، وتعيش حياتك ملك، مش في حاجة تأثر فيك، وبجد تمشي بدماغك. وكمان ايه المعلومة دي انت ممكن تستغلها لصالحك، اللي انت تحاول تنصح اللي قدامك او تخليه يدي نصيحة ليك عشان تعرف بس دماغه، تخليه يتكلم براحته، تخليه يطلع اللي جواه، تكلم حتى اراك بجد. تشوفه هو على ايه. هل هو قاعد يديك نصيحة في الفلوس وهو مرتبه كله 5000 جنيه؟ هل قاعد يديك نصيحة في العلاقات وهو مفركش مع 500 واحدة قبل كده؟ شوفوا حياته ماشية ازاي، شوف هو وصل للحاجة اللي انت عايز تعملها دي ولا لا اصلا، عشان تسمع منه نصيحة. وغالبا الناس اللي بيحبوا ينصحوك وهم مش معاهم الحاجة اللي انت عايزها بيبقوا اهلك، فما تاخدش من اهلك نصيحة ولا تديهم نصيحة. جرب مرة واحدة، مرة واحدة بس، يا ماما ما تعمليش اللي انت بتعمليه ده عشان ده بيهدي الكذا. ماما سمعت الكلام، دي تاني وتالت ورابع لغاية ما انتوا الكل تبقوا في حتة محدش يحلم بيها اصلا. ما سمعتش الكلام براحتها، ام حبيبتي تاج راسي، بوس على دماغك قبل ما انام واول ما اصحى. بس غير كده انت عامل لك ايه؟ انت اللي قررتي تدنك في الحتة دي، انا مش هقدر اعمل لك حاجة. على عيني لو وصلت هعديلك من اللي ربنا كرمني بيه، بس انا عايزك انت تبقى احلى من كده، مش عايزة براحتك. الكلام ده امي، ابويا، اخواتي، اعز اصحابي، حبيبتي، ما يفرقش معايا مين. حتى انا شخصيا ملتزمتش بكلام انا ما استاهلش ان انا اكون انا. قلت لنفسي حاجة ما عملتهاش، ما استحقش ان انا يكون معايا حاجات اللي كنت معايا الحمد لله. معايا حاجات والله كنت بحلم فيها من وانا طفل، عملت كل الصح على كل الحاجات اللي كان نفسي فيها من وانا صغير تقريبا. ما عادش فيه الا في حاجات بسيطة، يا دوبك هجيب لسه البايك والشقة هي حاجات كبيرة قوي في اسمها، بس هي كل اللي حواليها خلاص. فما عادش فيه غير دول، ما عادش فيه تركيز غير على دول. تمام. انا مبسوط، انا مش عايز حاجة من الدنيا، ومش محتاج حاجة، مش محتاج ان انا اقول نصيحة لحد. تمام. وعلى فكرة الفيديوهات دي ما بتجيبليش فلوس، انا بصرف عليها فلوس. انا بقولها كده بحس ان انا قاعد مد رجلي بكلم نفسي، ابص لنفسي دلوقتي، براجع كده اللي انا عملته في حياتي، بفتكر انجازاتي، بفتكر حاجتي، مبسوط. مش عايز منك اكتر من اللي انت تفكر في الكلام اللي بقوله لك، وتفكر هتنفذه ازاي، وهتلاقي تغيير في حياتك بجد. هتلاقي بجد اللي انت ايه ده هي بتجيب اهي، لما بديها بتديني، سبحان الله. فمعاك دي ومعاك دي، والقرار ليك.